يمسكوا بهم يستاهلون؟ لا ما يعني ياسر يستاهل انه يلعب منتخب. يستاهل بس بشرط وهو يحترم المنتخب. ياسر ما يحترم المنتخب؟ المغتربين بصفه عامه ما يحترموا المنتخب اللي جايين هم مغتربين، او اكو ناس وراهم تدعمهم وتوقفهم على رجليهم فبالتالي هم قواي. زين انطيك مثل. ايه؟ انت اعلامي. انا لو ما رايح مباراه منتخب شو تسوي بيه؟ انا بالنسبه لي شو تسوي بيه؟ انت حكيت على لو اي نادي اربيل، فكيف خدمه منتخب؟ لا انا بالنسبه يعني اذا تسالني الي كشخص، لا انا اعرف تاريخ يونس واعرف اللي سواه، لا احكي على يونس ولا على يونس ولا على عوبه يونس مباراه اليابان. لكن ممكن غيري يخونوك يطلعوك خاين. منو غيري؟ غير من الاعلاميين، غير من الصحافه يطلعوك خاين. كلها تطلعنا ما عدا الناس اللي يحبونا. انا الحمد لله والشكر عندي قاعده جماهيريه داخل العراق وخارج العراق. خارج العراق ناس انا احبهم واحترمهم ويحبوني هوايه بس اكو بيهم. لكن داخل السعوديين مشياك ياخذون صور وياك اكثر من السعوديه هم يحكون على الجمهور السعودي. طبعا الجمهور السعودي 90% يحبوني اكيد طبعا، مو اعلام ما له دخل بي، ما زين بس مقصد حكي لو يونس محمود خابر او قال لهم انا ما اقدر اجي يخونوك، وثاني يوم اطلع العب لعبه يخونوك، او مسافر. لا او باي مكان تطلع، مو الا مسافر. اي مكان تطلع حتى لو باجازه يقول لك عايف الفريق وراح. لا اجراءات الصحيحه. انا بالنسبه لي ككيان اتحاد كره القدم الى تاريخك ما ادري قد صار له. شنو قرارك؟ ابعاد يونس محمود. انتهى الموضوع، بعد ما يحتاج تناقشوني. يعني انت طالب بانه اي واحد ياسر شنو ما يجي تمرين؟ كيف هو منتخب شنو ايش قالوا له احنا؟ احمد ياسين شنو عايف في المنتخب وقاعد هناك والله عندي مباراه نصف نهائي والدته مريضه. وشلون يلعب لعد نصف نهائي؟ شلون يلعب الناديه؟ ثاني يوم شو تضحكون علينا؟ لا تضحكون علينا. انا اقول لك لا انتم لا تضحكون علينا، يعني حيش السامع حيش الجماهير، يعني احنا ناس عقولنا صغار ما نفتهم. لو انتم عمالقه يعني تفهمون احسن منا.